مساء الورد والياسمين على احلى الحلوين. المره اللي فاتت نسيت اسالكم سؤال مهم جدا. هو انتوا بجد عاجبكم المحتوى اللي احنا بنقدمه، اللي هو مشاكل الزوج والزوجه والحموات وبيت العيله، واهم من ده كله عاجبكم الصعيدي اللي انا بقدمه؟ يعني شايفين فيا كده علوان ابو البكري ولا ايه رايكم؟ انا لما بدخل على القناه بشوف ان ما شاء الله السن اللي بيتفرج عليا اكتر من 35 سنة، في كمية صغيرة كده، عدد بسيط قوي من البنوتات الصغيرين اللي تحت ال30، انما احنا ما شاء الله علينا معديين حوالي كمان 55 و65 سنة. يعني ما شاء الله ناس كبيرة وعاقلة بتتفرج علينا. طيب احنا لو حبينا نقدم رومانسي هتبقوا متقبلين الموضوع، ولا خلينا زي ما احنا كده بنناقش بيت العيلة وبنناقش مشاكل الازواج ونطلع منها بعبرة وعظة؟ دي حاجة. يعني لو عجبكم المشاكل بتاعت الأزواج وبيت العيلة قولوا لي أوكي. لو عايزين نقلبها رومانسي والبنت اللي بتحب المدير بتاعها وزميلها في الجامعة برضو عرفوني عشان أعرف انتوا عايزين ايه أشقية. تاني حاجة، ايه رأيكم في الصعيدي بتاعي؟ يعني شايفين فيا كده علوان أبو البكري ولا نص نص؟ على فكرة أنا ما باخدش قصة صعيدي غير من بنات كاتبات صعايدة على حق، يعني ما باخدش اي حاجة، وبحاول اجتهد جدا 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 اني اطلع اللغة زي ما هم كاتبينها. ولو في كلمة انا مش عارفة اقولها او مش عارفة معناها بكلم الكاتبة وهي تفهمها لي. كمان يا حلوين، احنا الحمد لله بقالنا سنين شغالين مع بعض، معانا كاتبات من اكبر الكاتبات على الساحة. طب انا عايزاكم تقولوا لي مين اكتر كاتبة بيعجبكم شغلها. يعني احنا مثلا معانا فاطمة يوسف، معانا جنات، معانا اسماء، معانا مني، معانا امير عبد الله، اللهم صل على النبي، معانا رحاب القاضي، معانا هويدا زغلول. مين اكتر كاتبه بيعجبكم القصص بتاعتها؟ صدقوني يا جماعه الكاتبه دي هي الجندي المجهول في الحكايه، واللي انتوا ما بتبقوش واخدين بالكم منها. انا بقى عايزاكم لما تعجبكم القصه تقولوا لي الكاتبه دي شغلها حلو، فلانه شغلها بيعجبنا اكتر، وانا طبعا هبقى مبسوطه جدا وهم كمان هيبقوا مبسوطين ان انتوا بداتوا تعرفوا اساميهم وتفرقوهم من بعض. شكرا يا حلوين على سعة صدوركم، وان انا كل شويه اطلع اقرفكم كده، وانتظروني باذن الله في حلقات ضرب نار. وطبعا التعليقات الجميله منكم هي اللي بتشجعني وتخليني اقوم من الكسل ومن وضع البطه اللي انا عايشه فيه عشان اسجل واعمل لكم الانيميشن. يا رب يكون عيد سعيد عليكم، ويا رب كل ايامكم الجايه تبقى سعاده، ويا رب كمان اكون ضيفه خفيفه على حضراتكم. دمتم في حفظ الله.